اللهم إنك تعلم ما في قلبي وهو بين يديك. أسألك أن تبشرني بشارة خير تجعلني أنسى كل ما مضى من تعب، بشارة تفرح قلبي وتريح بالي، وتجعلني أسجد لك شاكرا لتدبيرك أمري يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض رز صيادية وسمك مكر هنعمله سنجاري، ومعانا سلطة. اول حاجة هنعمل تتبيلة السمك. بقطع طماطم وبقطع بصل، وكنت بشرى جزر بس من الحتة دي ما اتصورتش، و... وفلفل سبايسي، عايزة فلفل بارد. لو عندك خضرة حطي، بس ما كانش متوفر عندي. وبتحطي ليمون. أنا دلوقتي قطعت كده بشرة الجزر والبصل والطماطم وقطعتها والفلفل، وبعصر كده الليمون عليهم، وهبدأ احط بقى التوابل بتاعتي. وتحطي شوية زيت، وتحطي بقى التوابل اللي انت بتحبيها، توابل سمك، كمون، زي ما تشوفوا معايا دلوقتي. بس طبعا اساس السمك الكمون. ودوت كام فص توم كده برضو بنحطهم عليهم. ابدأ بقى احط حبة الزيت بتوعي، وهبدأ احط التوابل بتاعتي. شوية ملح على حسب الكمية اللي عندك. دوت كاري برضو شوية، يعني يعتبر مثلا نص معلقة كاري، نص معلقة كركم، رشة قرفة صغيرة صغيرة خالص، يعني لو مش حابة القرفة ما تحطوهاش، بس هي ما بتأثرش على الطعم قوي يعني. ده توابل 7 بهارات، برضو بنحط منه كده يعتبر رشة كده زي نص معلقة صغيرة. رشة بشرة جوز الطيب، توابل سمك، كل حاجة يعتبر نص معلقة كده صغيرة. كمون، اهم حاجة الكمون. الكمون ممكن معلقة كبيرة عشان هو اهم حاجة في السمك الكمون. كزبرة ورشة فلفل اسمر بسيطة برضه. التوابل اللي موجودة عندك حطيها، ما تقفيش على حاجة. يعني الحاجة اللي مش موجودة عندك ما تقفيش، بس اهم حاجة في توابل السمك الكمون. ولو في توابل سمك اللي هي جاهزة دي برضو بتبقى جميلة. هنقلب بقى كده التتبيلة بتاعتنا، الجزر مع الطماطم مع البصل مع الفلفل السبايسي، مع الليمون مع الزيت. كده التتبيلة بتاعتنا جاهزة. هنجيب صاج بقى وهنحط فيه ورق زبدة. لو عندك ورق ألمونيا، ورق فويل، حطيه، بس انا ما كانش متوفر عندي. وبعدين حطي فوق ورق الزبدة. هحط السمك في الفرن، حطيت على حبة زيت ورشة توابل، وهحطه في الفرن يعني تحت الشواية كده يتشمع شوية واخرجه. شلت من الخلطة بتاعتي معلقتين 3 كده. اقول لكم هعمل فيهم ايه. وهطلع السمك بتاعي من الفرن بعد ما يتشمع كده شوية، وتحطوا عليه التتبيل. جربوا الطريقة ديت، ان انتوا تحطوا السمك في الفرن شوية، يعني ينشف شوية كده مع الزيت والليمون، مع زيت وعصرة ليمون والتوابل برضو، كمون، رشة ملح، اي توابل من اللي انت حطوها يعني. وتحطيه كده تحت الشواية كده، يعني تحطيه يتشمع كده شوية، وتبداي تحطي عليه التتبيلة. بيبقى جميل قوي، بيبقى يعني ناشف شوية معاكي. هنحط التتبيلة بتاعته عليه، وهندخله برضو الفرن. وطبعا في حبة برضو هسيبهم من التتبيلة، هحطهم على الرز. من التتبيلة بتاع السمك دي بتفرق جدا في الرز الصيادية برضو. هي عليها طماطم وبصل وجزر، حاجات يعني حلوة، وهتتبل مع البصل اللي هنعمله للرز، هيبقى جميل. هتشوفوا دلوقتي معايا. كده يعتبر عملناه كله.
وهسيب بقى شويه الباقيين دول زي ما قلت لكم هعملهم للرز. يا ريت بقى وانتوا بتتفرجوا معايا على الفيديو تدعموني بلايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ولو بتشوفيني على الفيس اعملي برضو لايك ومتابعه للصفحه بتاعتي. ده كده جبنا بصل للرز بتاع الصياديه. هبدأ احمر معايا البصل لحد ما لونه يغير زي ما انتم شايفينه كده، يغمق معايا عشان يدي اللون البني للرز بتاعي، بس ما ينحرقش يعني. تنيجي تقلبي فيه كده لما اللون بتاعه يبقى زي ما انتم شايفين. هنحط بقى الحبة الباقيين مع يعتبر معلقتين 3 كده، بس بصراحة بيطعموا جدا الرز. واقلب كده التتبيله دي برضو، اشوحهم كده لحد ما ينشفوا كده برضو معايا عشان ينزلوا كل اللي فيهم. وهبدأ اتبلهم بالتوابل. حطينا ملح وحطينا كباب صيني وحطينا حبهان وحطينا ورق لوري وحطينا ده كاري وكركم، يعتبر نفس التوابل اللي حطيتها على السمك. وتوابل سمك، كمون، كزبرة، فلفل اسمر، عود قرفة، التوابل اللي انت حباها حطيها. رشة جوز الطيب برضو بسيطة كده، برضو بتفرق في طعم الرز. حاجات بسيطة خالص بس بتطعم الرز جدا. هنقلب التوابل بتاعتي كده مع البصل والخلطة اللي انا حطيتها، وتشمي بقى الريحة بتاعتها جميلة جدا. وعندك مرق الدجاج، حطي مكعب مرق دجاج برضو بتبقى طعمها حلو. ده دبس رمان حطيت منه معلقة كده، معلقة صغيرة. ومعايا صويا صوص برضو هحط منه معلقة. بيدي لون جميل قوي للرز وبيدي طعم جميل قوي للرز. ما عندكيش حطي معلقة عسل اسود، وما تقلقيش ان العسل الاسود مش هيسكر الرز ولا حاجة، بالعكس هيديله لون جميل قوي، مش هيأثر على طعمه. واللي انا حطيتها دي معلقة سكر. وتقلبيها برضو كده مع البصلايه كده بتكرملها، وما بتبانش خالص طبعا في الرز انه مسكر ولا حاجه، بس بتكرمله كده وبتخلي لون جميل قوي للرز. احط كده الميه، طبعا الميه بتحطيها تقديريه على كميه الرز اللي انت هتحطيه، انت بتقدريها يعني. هتغلي معايا زي ما انتوا شايفين كده طبعا، وهتدوقوا الحدق بتاعها تشوفوا عايزه ملح او لا. وبتبداوا بقى تغسلوا الرز بتاعكم وتنزلوه عليه، وبتقلبي بقى الرز بتاعك. او يعتبر المية اللي انا حطيتها هي يعتبر حجم المية اللي انا حطاه هو للرز، يعني انت قدريه بالنظر كده من قبل ما تحطي الرز. وما تحاوليش تكتري، اما لو انت محتاجة تحطي حبة كمان مية سخنة ولا حاجة وخلاص، مية بتغلي يعني عليه. وغطيت عليه وهعمل شوية سلطة. عندي طماطم كده وخيار، هقطع كام طماطماية كده. عندك جزر ابشري، عندك خضرة جرجير، اي حاجة. اي حاجة خضرة يعني تبقى طبق سلطة كده جنب الرز والسمك. طبعا الرز والسمك بيحبوا السلطة. فانا كان عندي خيار وطماطم، فحطيتهم وهعصر عليهم ليمونه. والتتبيله اللي انا قلت لكم شلت منها معلقتين 3 في الاول ديت، هي دي اللي هحطها على السلطه. في منها جزر مبشور وبصل وفصين التوم اللي كانوا محطوطين. التتبيله والتوابل بقى بتطعم اوي السلطه بتاعتي. هحطها كده على السلطه واقلبها، وتدوقيها بقى برضو تشوفي حدها. الرز بتاعنا هو زي ما انتم شايفين بيغلي معانا اهو. هبدأ بقى كده، بدأ يتشرب اهوت. هبدأ اقلبه وهدي بقى طبعا عليه النار في الوقت ده. معاكي بقى الرز بتاعك، شايفة اللون بتاعه جميل على فكرة. هو لونه كمان احلى من كده في الطبيعة، برضو الكاميرا مش مبينة اللون. انا بحط بقى كيس بتاع اللبن العادي ده تفرديه، او اي كيس ابيض شفاف يكون طبعا غذائي يعني نضيف. وتقومي حطاه على الرز، بيخلي البخار بتاع الرز يعني زي يكتم البخار كده، ويسوي معاك الرز حلو زي ما انتوا شايفينه مفلفل كده. بغطيه بالكيس دوت، بيخلي الرز جميل قوي. جربوه ما تخافوش، ما بيعملش اي حاجه للرز. بغطيه زي ما انتوا شايفينه، وبغطي عليه اهو. شايفين لونه جميل ازاي، وكده استوى معايا. وانا مهديه عليه النار طبعا.
هبدأ بقى اغرف واوريكم السمك بتاعي كده بعد ما طلع اهوت. غرفته في الاطباق وغرفت الرز والسلطة. يا رب يكون الفيديو بتاع النهاردة عجبكم واستفدتم بحاجة ان شاء الله منه النهاردة. وجربوا طريقة السمك والرز بتاعتي هتعجبكم قوي. وجربوا التتبيلة زي ما انا قلتلكم. ولو في خضرة قطعوها على التتبيلة برضو بتبقى حلوة. وجربوا الصويا صوص والدبس الرمان يا جماعة في الاكل، على فكرة بيدي طعم جميل قوي. ومع الرز برضو طعمه جميل جدا، وبحطه في الفراخ وبحطه في حاجات كتير. جربوه ان شاء الله يعجبكم. جربوا الطريقة بتاعتي. يا رب فيديو النهاردة يكون خفيف على قلبكم كده وعجبكم. ولو عجبكم ادعموني بلايك واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وحطوا لي لايك لو انتم على الفيسبوك، واعملوا متابعة على الصفحة، وسيبوا لي كومنت وقولوا لي الفيديو عجبك ولا لا. ولو عايزيني اعمل لكم فيديو عن حاجة معينة اكتبوا لي في التعليقات وانا ان شاء الله اعملها لكم. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.